بتحداكم تلاقوا أطيب من كرات هالبطاطا. بدنا شوية بطاطا وشوية نشا وبس. انتوا بس اسمعوا لي هالصوت. يا عيني هالوصفة شو خطيرة، لازم تجربوها. للأمانة أنا شفتها بقناة أجنبية وقلت هاي الوصفة أكيد رح تطلع بتشهي. جربتها مرة ومرتين لعملت لكم إياها بالمقادير الصح. لتقوموا بعد هالفيديو تعملوها فورا، لازم تجربوها. قرمشة من برا بعدين هيك طبقة طرية من جوا، يا ويلي يا ويلي، لازم تجربوها. أحبائي بتمنى ننزل على التعليقات نصلي على الرسول حتى أكسب أجر أنا وإنتو. دعمكم الوحيد لإلي هو بالضغط على اللايك، فأوعوا تبخلوا علي باللايك ونقول بسم الله ونبلش. كيف ما شفتوا عندي هون 6 حبات من البطاطا سلقتهم عادي جدا، بس لازم يكونوا معي مستويين تماما. جبت البطاطا بعد ما بردت وقشرتها وهرستها بالهراسة كيف ما شفتوا. المفروض نستخدم الهراسة أو الشوكة لحتى نهرسها، ما تستخدموا أي أدوات كهربائية أبدا مثل الفوت بروسيسور أو محضرة الطعام أبدا. ضفت معلقة صغيرة من الملح، فلفل أسود وكركم. الكركم حسيته بيعطيها لون كتير حلو. ببدأ أعجن فيها بإيدي حتى أتأكد إنه ما في عندي أي كتل. تمام. بعد هيك راح أضيف عليها كوب من جبنة الموزاريلا، أو ممكن تستغنوا عنه، أو ممكن تضيفوا البارميزان، أو ممكن تضيفوا جبنة شيدر الموجود عندك بتحب تضيفيه ضيفيه. ضفت أنا هون كوب من البقدونس، ممكن تضيفي كزبرة أو شبت اللي بتحبوه. وضفت على 6 حبات من البطاطا الحجم المتوسط نص كوب من النشا، وما تستبدلوهوش بطحين. تمام ابدا. يعني ببدا اني اعجن فيها. المفروض تكون معي عجين متماسكه، اجي امسكها عادي بتتشكل بايدي. لو كانت بتلزق بايدك، يعني بتحطي ايدك فيها وبتلزق، ممكن تضيفي كمان معلقه واحده من النشا وتكملي عجن لتصير معاكي بهذا الشكل اللي واضح قدامكم. لحتى كل الكرات تطلع معي بنفس المقاس استخدمت معلقه المقاس. فيكم اكيد تستخدموا المعلقه العاديه لو مش متاحه عندكم، او هيك بالنظر، ما في اي مشاكل. هلا هم مش معتزين اني انا احشيهم جبنه موزاريلا، ولكن انا جربت هيك بحبه او حبتين لاقولكم رايي فيها. تمام. بعد هاي المرحلة بدخلها على الثلاجة 10 دقايق، وممكن تحطيها بالفريزر 5 دقايق مش أكتر من هيك. تمام. هون عندي الدب 4 معالق من المايونيز، معلقتين من الكاتشب، وعندي معلقة من الماسترد. وفيكم ما تاكلوه معاه، تاكلوه هيك لحاله برضه بيمشي الحال. ممكن مع مايونيز لحاله أو كاتشب لحاله، هذا شيء بيرجع لذوقكم. دمجت كل هاي المكونات مع بعض، وبعد هيك خلاص طلعت الكرات من الثلاجة او من الفريزر كيف ما قلت لكم لمدة 5 دقائق مش اكتر من هيك. وببدأ اني اقلي فيها. نيجي لاهم نقطة اللي هي القلي. هون الزيت عندي غزير وبيقدح. تمام. واصل لمرحلة القدح. بنزل الحرارة على الوسط او اعلى من الوسط بشوي. تمام. ببدأ اني انزل الكرات وما بعمل ازمة كتير بالمقلى، يعني إشي اللي أقدر أتحكم فيه وأقدر أحركه. ما ببدأ أحركه إلا لما ياخد عندي هذا اللون. متى ما بدأت تحركي فيه من بداية التحمير رح يفرطوا منك، لا سيبيهم لياخدوا معاكي لون أشقر، أو بنقولها إحنا تشميعة. تمام. بعد هيك بتبدأ تحركي فيهم لياخدوا معاكي لون أشقر جميل. شوفوا ما شاء الله عن جد بتشهي القلب قد ما هي طيبة. وعلى فكرة مو تعملوا 6 حبات وتقعدوا، لا بدك من البداية. إذا اسم الله أنتوا عيلة اعملي لك شي 10 حبات. يا عيني يا عيني، بتشهي القلب قد ما هي طيبة. لازم تجربوها. هدول طبعا اللي حشيتهم بجبنة الموزاريلا، لو حبيتوا تحشوهم بجبنة موزاريلا قطعوا بس قطعة صغيرة أو شوي من جبنة الموزاريلا وحطوهم بالنص وكملوا تكوير عادي جدا. لازم تجربوهم. وهدول اللي بدون جبنة موزاريلا بيشهوا. أحبائي بالهنا والشفا مقدما، دمتم بألف خير. بشوفكم على خير إن شاء الله فيديو كتير كتير قريب، وباي باي.